شو؟ طمني. الولد ماله مبين، ماله مبين. يا ربي دخيلك، لانه بالبيت عند ابوه ولانه عند سته، لك حتى ابوه من المدرسه نقله. معقول يكون ابوه عرف انك رجعتي على البلد؟ لك شو عرف اني رجعت وما رجعت؟ هو بيعرف انه انا طول الوقت مشغوله، بس ما بيعرف انه قلبي هلا عم يغلي، مو مرتاحه. حبيبتي تعي خلينا نرتاح شوي. شاهر شو بنا؟ انا بعدني عزمت رجال. بدي اياك تهدي اعصابك وتكون ريلاكس شوي مشان تقدر تساعد ابنك. عم هدي أعصابي قد ما بقدر. شو قدران ساعده لهالصبي؟ أنا بعرف إنه هو صار بين الحياة والموت. دكتور خلي املك بالله كبير. ونعم بالله، وأملي بالله كبير. بس يعني عفوا يا دكتورة، أنا وياك كأطباء بنعرف منيح لما بنقول هاي الجملة لأهل المريض ما بيكون في إلها غير معنى واحد، إنه نحن عاجزين وأملنا بالله كبير. عماد، من الاخر انا ما اجيت بس اطمن عليك وعلى الولد، اجيت اقول لك انه امه من حقها تعرف. عفوا لأن الله يخليكي، أنا مو ناقصني أبدا وماني جاهز لهيك مقترحات بنوب. بس يمكن ابنك اذا شاف امه حالته المعنويه ترتفع وهب بيساعدنا على شو بده يساعدنا؟ معلش، ابني وأنا أدرى فيه. ابني ما متذكر من أمه غير منظرها على الفيديو سكول، هاي وباي وبس. لك يمكن أنت بجياتك القليلة لعنك الحين ومين بيحن لك أكثر ما يحن لأمه. لهيك أرجوكي إذا بتريدي شيلي لي هالقصص من راسك. اسفه، كان مجرد اقتراح. ما في مشكلة، وأنا آسف كمان إني يمكن انفعلت عليك شوي. تفضلي كملي فنجانك. ليك شاهر، انا ما بقدر احطك بالصوره قدام اهلي، لانه مثل ما بتعرف انا بعدني على ذمه رجال تاني. بسيطة، ترفعي دعوة طلاق. لك مجنون انت؟ بدك يعني ما عاد تشوف الولد؟ لك انت المجنونة، انا مشان هيك اتصلت فيكي. حبيبتي الحل بسيط كتير، نحن رح نخطف الولد ونسافر فيه. نخطف الولد؟ لا، أنا في عندي سؤال صار له فترة هيك عم بيدور ببالي. تفضل. احنا ليش مو من زمان كنا قراب من بعض؟ مع انه كنت موجوده قدامك طول الوقت. إن شاء الله يكون في معنا وقت هتضلي موجودة. ميت أهلا وسهلا فيكي. نحن نزلنا على البلد مشان نحل مشكلة ابنك ونتزوج، صح ولا أنا غلطان؟ وإذا غلطان صلحيني. لا مانك غلطان، بس انا ما توقعت الحل يكون اني اخطف ابني. ما في قدامي غير هذا الحل. على فكرة أنا هون بالبلد عرفت القانون بحالتك هي كيف ماشي. بكل بساطة بتقدري تاخدي حضانة الولد، بس ممنوع تسافري برات البلد إلا بموافقة أبوه. حتى إذا أبوه تجوز رح ياخد الحضانة إله. يا حبيبتي ما في قدامنا غير هذا الحل. ليش ما بنختصر على حالنا كل هالمطبات وبنرتاح؟ رانيا أنا بحبك وبدي أتزوجك، وبدي إياكي تكوني مرتاحة مشان تهنيني وتسعديني. اي خلص لك، كنت تتصرفوا بدون ما ترجع لي. ايه حاضر يا ستي، من اليوم ورايح رح أتصرف بدون ما أرجع لك. منيح؟ منيح. من كل عقلك بدك تجددي سنة تانية
وانت اوريدي صار لك 3 سنين، يعني رح يصيروا 4 يا مدام. او كمان رح اجدد سنه. لا انت مو بعقلك عن جد. بتعرفي اني ما رح وافق على هالحكي. ايه مزبوط بعرف، بس حقك علي اني خبرك. حق؟ كتر خيرك انك منحتيني هالحق وتكرمتي علي. شوفي لقلك، انا بزماناتي لما وافقت لك تطلعي تشتغلي برا وافقت كرمال شغله وحده، ما تقولي بيوم من الايام جوزي عماد وقف بوش طموحي وانا المهندسه العبقريه يلي بحب شغلي. بس هلا الكيل طفح. عم قل لك رح يصيروا 4 سنين وانت بعيده عن ابنك، ولك انت ما بتحسي. بتعرفي شو؟ انت لازم يعملوا لك عمليه يغيروا لك قلبك فيها، يحطوا لك قلب تاني يحس بمعنى الضنا، بيحس بالامومه. خلصت؟ لا ما خلصت. ولك لقلك عنادك هذا رح يوصلنا لباب بشع كتير. باب بشع كتير؟ وشو هو هذا الباب؟ طلاق. عماد ما تحددني، انا ما بجي بهالاسلوب. بعرف راسك الكبير وعنادك، بعرف انك ما بتجي لا بهالاسلوب ولا بغيره، بس انا ما عاد طفح الكيل، ما عاد اقدر اصبر لك، والله ما عاد عرفان حالي كاني متجوز ولا احزب. يا عمي نسيني انا نسيني. بس فكري بهذا، لك عندك ابن عم يكبر وانت بعيده عنه. ابني جواتي، نجاحه يعني نجاحي، انا نجاحي هو ضمان لمستقبله. لك انا ضمانكم انتوا الاثنين، لا تجننيني. ارجوك رانيا،